لما تلاقي شوية أنطاع قاعدين في أوروبا وسايبين بلدهم اللي هي البلد المحتلة اللي احنا عارفينها، وسايبين قاعدين هم عايشين حياتهم في أوروبا، ويقول لك مصر هي السبب في اللي بيحصل في فلسطين، ومصر هي اللي مجوعاهم. ما انت قاعد زي البغل في أوروبا، قاعد تتعلف هناك وتقبض في دولارات، عمرك ما تبرعت بدولار حتى لبلدك، ولا هي نطاعة وخلاص. ده غير اللي متلقحين عندنا في مصر هنا. بصراحة ربنا مش عارفة ان سايبين الناس ايش، سوري على فلسطيني، كلهم شوية شوية ناس قاعدة كل واحد فيهم زي البغل، ويقول لك فين مصر ما مجوعة للفلسطينيين؟ كفاية انت شبعان وعمال تلغ في كل حتة. يعني انت قاعد بتحمل مصر ليه؟ ما تروح تغر على بلدك، تشوف لك حاجة تعملها بدل ما انت قاعد ناطع كده. وبعدين الصراحة مسؤولية السفارة، مسؤولية سويسرا في حماية السفارة هناك، ده مسؤولية. اما نفتحه بقى قدام السفارة هناك، واحنا عايزين تصريح ننزل نقف هناك قدام سفارة سويسرا نحتاج على اللي بيحصل على سفارتنا هناك. يعني ده من حقنا احنا كمان، ولا احنا بس بنتلقى بس؟ يعني المفروض الناس دي تمشي وتترحل من عندنا، احنا رافضين وجود الناس دي على ارض مصر. يعني لو سمحتوا المسؤولين يعني يستجيبوا للشعب المصري. الشعب المصري ليه حق في ان هو يستجاب ليه، وليه حق في ان هو يطلب يعيش على ارضه حر، بدل الناس الانطاع اللي بلدهم محتلة وجايين هم يحتلوا هم بلدنا هنا. وكمان يا ريتهم ساكتين. لا يعني يقول لك مصر هي اللي بتجوع الشعب الفلسطيني. بتجوع ايه؟ ما انت قاعد تتعلف اهو هنا، وفاتحين محلات وفاتحين كل حاجة. ايه هو ده؟